النهارده هنتكلم عن براند مكانه ليه سنين كتير في السوق. الاشكال اللي بيعملها والتصميمات اللي بيعملها مختلفه ومش متقلده من حد، لان البراند ده ليه ارشيف كامل عنده بيعمل ساعاته على الستايل القديم او تاريخه بنفسه. من اول ما البراند ده بدا لغايه وقتنا الحالي هو براند قايم على نفسه على ذاته. تحس البراند ده كده واخد جنب، ولكن ممكن نقول عليه انتري لاكشري ليفل حقيقي. البراند ده انا بحبه شخصيا. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن براند لونجين. هنبدأ معاك بتاريخ لونجين لغاية لما انهي معاك بشوية قطع مميزة من البراند ده. ممكن تختار منهم اللي يعجبك واللي يناسب شخصك. ما تنساش قبل ما نبدأ الفيديو تشترك في القناة عشان ده بيساعدنا ننتشر، وتعمل لايك للفيديو برضو عشان بيساعدنا ننتشر اكيد، وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجاية اللي هتنزل جديد ان شاء الله. تعال نبدأ الفيديو واكلمك عن براند لونجين. ما تنساش تعمل قهوتك، اتفرج على الفيديو للآخر. تعال نبدأ. 1832 شركة لونجين بدأت على ايد واحد اسمه اوجست اجاسيز، رجل اعمال سويسري وعاشق للساعات، وشارك معاه واحد اسمه هنري ريجويل وفلوريان مورر، وفتحوا لهم ورشة صغيرة مع بعض كده اسمها ريجويل جون ان سي في منطقة اسمها سانت ايمر في سويسرا. ودي كانت البذرة الصغيرة اللي بدأت من بعديها تاريخ لونجين العريق. Elegance is often understated. Life is too short. We need to embrace. في البداية أوجست أجاسيز وشركائه كانوا بيشتغلوا بنظام اسمه إيتابيساج، يعني ببساطة هم ما بيصنعوش الحاجات كلها بنفسهم، هم بيشتغلوا مع ووتش ميكرز أو ممكن نقول ساعتها صنايعية ساعات. كانوا بيعملوا أجزاء للساعات، وأوجست وشركائه كانوا بياخدوا القطع دي بيجمعوها تحت سقف واحد. Every new watch is like a new piece of art. يعني الحاجة ساعتها أو الساعة بتاعت لونجين ساعتها ما كانتش ان هاوس، كانت تجميع. بس سنة 850 ريجويل ومورل اعتزلوا الإدارة بتاعت لونجين، وقتها أوجست أجاسيز شارك واحد من قرايبه واللي هو إرنست فرانسيون، وده اللي هيغير لعبة لونجين كلها عبر التاريخ. اللي كان عنده رؤية جديدة لتطوير صناعة الساعات. عشان كده فرانسيو بقى هو العقل المدبر الحقيقي ورا براند لونجين. نعدي بقى على حقبة جديدة من الزمن واللي هي 1857 أول مصنع للونجين. فرانسيو بما أنه هو بداية التغيير للونجين راح اشترى حتة أرض في سويسرا، الظاهر المتر ساعتها كان رخيص، في حتة اسمها ليلونجي، وبنى عليها مصنع حديث. والفكرة ساعتها كانت ثورية، كل حاجة بتتعمل تحت سقف واحد من أول التروس لغاية التشطيب النهائي للساعة. So could we start looking back to the early years of Longines? في نفس السنة لونجين عملت أول موفمنت ان هاوس ليها واللي هي 20A، واللي كان فيها كراون وايندنج ميكانيزم. كانت وقتها يعتبر حاجة نادرة لأن معظم الساعات ساعتها كانت شغالة بالكي ووند. في نفس السنة 867 نعدي على مرحلة باريس يونيفرسال اكسبيشن، وده كان أول ظهور عالمي للونجين في معرض باريس بالموفمنت بتاعتهم اللي عملوها اللي هي 20A. بعد كده 889 اللوجو والعلامة التجارية للونجين. في الوقت ده لونجين سجلت العلامة التجارية الشهير اللي هو الوينجد اور جلاس مع اسم البراند. المعلومة الطريفة بقى ان اللوجو ده هو أقدم علامة تجارية مسجلة في صناعة الساعات، اللي هو الساعة الإزاز والجناحين بتاعت لونجين. سنة 890 لونجين بدأت تطور الكرونوجرافز وأدوات توقيت دقيقة، ومع بداية القرن الجديد بقوا اوفيشال تايم كيبرز لبطولات وأحداث رياضية. سنة 919 لونجين بقت المورد الرسمي لانترناشونال ايرونوتيكال فيدريشن. ساعتها الطيارين والمستكشفين كانوا بيعتمدوا على ساعتهم. وفي 1927 لونجين اشتغلت مع الطيار الشهير تشارلز ليندبرج، الطيار المشهور بأول رحلة فردية عبر الأطلسي، وصمموا مع بعض ساعة اور انجل اللي ساعدت الطيارين ان هم يحسبوا خط الطول اثناء الطيران. 930 و 950 ده العصر الذهبي للونجين، لانهم بداوا يجمعوا ما بين الساعات العمليه وكمان الاناقه. يعني سنه 954 بدات الكونكويست كوليكشن، وسنه 57 بدا الفلاج شيب كوليكشن، ساعات انيقه وفورمال. بعد كده عملوا ساعات عسكريه وغواصين برضو زي الكوليكشن بتاع الليجند دايفر. وفي 1970 و 1980 بدات ازمه الكوارتز، ساعه لما اليابانيين وسيكو
نزلوا باختراع الكوارتز. وطبعا الكوارتز كان ارخص وادق في الساعات، فالمعظم كان بالنسبه له الاوبشن ده احسن. فساعتها براند لونجين اتاثر زي اي براند تاني من براندات الساعات. فللاسف الحقبه دي ما كانتش جميله لبراند لونجين ومعظم البراندات نفس النظام، بالذات السويسري في وقتها. بس سنه 990 لونجين رجعت قوتها لما بدات تركز على ان هي تعمل ساعات مستوحاه من تاريخها، بدل لما هم فكروا ان هم ينافسوا زي رولكس او اوميجا او ساعات تانية كتير، فكروا ان هم يبقوا براند منفصل، يعني ساعات سويسريه انيقه وليها تاريخ في السوق وبسعر معقول بالنسبه للقيمه والكواليتي اللي بتديها لك. النهارده لونجين لسه مكمله معانا لغايه وقتنا الحالي، بتمزج ما بين الماضي وتاريخها وما بين الحاضر والحداثه. able to achieve mass market awareness. عندهم كاتالوج مليان موديلات جميله جدا هكلمك عنهم في الفيديو، فتابع معايا الفيديو لسه ما خلصناش. تعال نعدي على المرحله اللي بعديها. تعال بقى اكلمك على الانواع الاساسيه اللي موجوده في براند لونجين. عندهم ساعات دريس، وعندهم ساعات هيريتج مربوطه بالتراث وبالتاريخ، وعندهم ساعات دايف ووتش، وكمان حاجات للافيشن والطيران، وحاجات للسبورت والكرونوجراف، وغير كده عندهم قطع نسائي. تعال اكلمك عنهم واحده واحده واقول لك لكل جزء منهم كده قطع معينه وهتعجبك. اول حاجه معانا الدريس ووتش، واول ما تسمع كلمه دريس تعرف ان الساعات دي رفيعه وبسيطه وبتتلبس للحاجات الفورمال او الرسميه، او كمان ممكن للشغل. الدايل بتاعت الساعات دي غالبا بتكون نظيفه ما فيهاش بهرجه كتير، والارقام بتاعتها غالبا بتكون رومانيه، وغير كده الكيس بتاعتها بتكون رفيعه. تيجي بالكوارتز موفمنت، وساعات بيكون فيها الميكانيكال موفمنت. مثال على كده من البراند اللي بنتكلم عنه لو جراند كلاسيك دي لونجين، ساعه ايقونيه وكمان الترا ثين ومشهوره جدا في اسيا واوروبا بسبب المينيماليزم بتاعتها، تدل على ان الساعه انيقه ببساطتها. بعد كده نعدي على كوليكشن الهيريتج او الري ايشوز، اعاده الاصدارات. عشان لونجين مميزه اصلا في حته الارشيف بتاعها، لان هي عندها اصدارات قديمه فبتعيد الاصدارات دي او بتعمل تصميمات من تاريخها، فده مدي لونجين حته مميزه جدا. وكمان محبين الساعات بيحبوا لونجين عشان الحته دي، يعني بيدي لك ساعات بكواليتي حديثه وحاجات مستوحاه من الماضي او شكل فينتج من الارشيف بتاع لونجين. وامثله على كده الهيريتج ميليتري او الهيريتج دايفر، وكمان الهيريتج سيكتور. بعد كده هنعدي على بايلوت او الافيشن كوليكشن. لونجين ليها تاريخ عريق مع الطيران. 1 minute you could be soaring and the next falling through the sky, and it's these next seconds between you and the ocean surface. لان اساسا في شخصين مهمين يعتبر عملوا شراكه مع لونجين او لبسوا ساعات من ساعات لونجين، واللي هو زي ما ذكرنا تشارلز ليندبرج وكمان اميليا ايرهارت. وعندنا السبيريت كوليكشن من ساعات لونجين، ارقام عربيه كبيره وعقارب جي ام تي وكمان كرونوميتر والساعه مضيئه زي لونجين سبيريت زولو تايم جي ام تي. ولسه هكلمك عن شويه قطع للونجين بس قدام شويه دلوقتي. ومن ضمن الكوليكشنات اللي موجوده عند لونجين الدايف ووتش، عندهم حاجات ممتازه للغواصين البروفيشنال وكمان الانتري ليفل، وعندهم قطعه مميزه جدا بالنسبه للدايفرز واللي هي الليجند دايفر، وبرضه لسه هكلمك عن القطعه دي بس اديني شويه دقايق كده. غير كده لونجين عندها تاريخ عميق جدا في السبورت تايمينج، لان هي اساسا كانت الاوفيشال تايم كيبر للاولمبيات وكمان سباقات الخيل والسكينج او التزلج، زي كوليكشن الكونكويست وكمان الماستر كوليكشن. وفوق كل ده لونجين بتركز على صناعة الساعات النسائية، بتديها اهتمام اكتر من شوية براندات تانية في السوق. بس قبل ما ادخل على القطع المميزة بتاعت لونجين، خلينا نسأل سؤال بسيط خالص. ايه اللي بيخلي براند لونجين براند مميز؟ اول حاجة التراث والاستمرارية. اتأسست سنة 832 من اقدم البراندات السويسرية اللي بدأت ولسه مستمرة لغاية وقتنا الحالي. عندهم ارشيف ضخم من التصميمات، وده بيحطهم في حتة مميزة، وكمان بالذات للناس اللي بتحب الساعات والحاجات الخاصة، فده بيحطهم في حته ان هم بيعملوا ساعات تصميمهم ما بياخدوهاش تقليد من حد، ولكن التصميمات دي بماده غنيه متقرشفه عندهم من التراث والتاريخ بتاعهم. تاني نقطه معانا واللي هي التوازن ما بين السعر والهايب بتاع البراند. براند لونجين يعتبر من البراندات المتواضعه في فئه الانتري لاتشري ليفل، يعتبر مدخل كويس للساعات الفاخر. يعني هتلاقي عندهم ساعات كتير تتراوح من ال1000 لغايه ال4000 $. بالنسبه لبراند انتري ليفل لاتشري فممتاز جدا الاسعار دي. وغير كده صراحه انا شايف كمان ليهم تصميمات شويه ساعات الديزاينز والبولشنج وشويه لمسات كده في ساعات هكلمك عنهم دلوقتي خرافيه. ثالث نقطه معانا الابتكار في التوقيت الرياضي.
لونجين مرتبطين تاريخيا بالطيران، بالاولمبيات، بسباقات الخيل، بالتزلج او السكينج، وغير كده اساسا هم بانيين سمعتهم من زمان ان هم صناع ساعات من قبل ما يدخلوا عالم الماركتنج او التسويق للبراند بتاعهم. رابع نقطه معانا تنوع الكوليكشنز عند لونجين. عندهم ساعات دايف، ميليتري، جي ام تي، كومبليكيشنز، وكمان عندهم ساعات نسائيه. فلو دورت في الكتالوج بتاع لونجين هتلاقي اللي يناسبك واللي يناسب شخصيتك واسلوب حياتك. خامس نقطه معانا اسم البراند محترم. البراند معروف عالميا وخصوصا في اوروبا واسيا، وكمان مشتريين كتير بيعتبروا ان لونجين هو الملاذ الامن لكتير من براندات الساعات. يعني انت لو عايز تشتري ساعه لاتشري فتايه ما بين عدد كتير من البراندات، فالملاذ الامن بالنسبه لك هيكون هو براند لونجين. طب انا دلوقتي كلمتك عن مميزات لونجين وليه هو براند مميز، وطبعا لكل حاجه ليها عيوبها، فتعال برضو اكلمك عن عيوب البراند. اول حاجه من عيوب البراند ده هو اسم البراند نفسه. يعني ولا هو فوق ولا هو تحت، البراند في النص، تحسه كده ما بين اوميجا، مش واصل للهايب بتاعه اعلى من تيسو، فانت مش عارف تميز براند لونجين هل هو تحت ولا هو فوق ولا وسطيهم. وطبعا دي في حد ذاتها عيب، لان انت لما بتدفع الوفات الدولارات في ساعه فانت عايز ساعه اسمها يبان على ايدك، تحس ان انت حطيت حاجه تقيله على معصم ايدك، لان انت بتدفع برضو الوفات الدولارات في ساعه. فعشان تدفع 3000 ل 5000 دولار في ساعه واسمها برضو اللي هو لو حد شاف اسم رولكس على ايدك غير لما يشوف اسم لونجين. اي نعم الشكل حلو، البولشنج جميل، بس في الاخر لو حد ما يعرفش الساعات وبص على ايدك لقاك لابس رولكس تختلف. بس لو شاف لونجين، مين لونجين؟ ما يعرفهاش، هو ما يعرفش الساعات فمش هيعرف لونجين. فدي عيب من عيوب لونجين. تاني حاجه الريتيل او اعاده البيع لبراند لونجين. كتير من المشتريين لبراند لونجين بيقولوا ان لونجين بتخسر كتير من سعرها في اعاده البيع للاسف. فلو انت عايز تستثمر في الساعات فلونجين مش خيارك الافضل. لو انت عايز تشتري ساعه شخصيه عشان انت حابب البراند وحابب ستايلاتهم فهيكون خيارك ممتاز. نقطه تانية من عيوب لونجين الموفمنتس بتاعتهم مش ان هاوس زي جراند سيكو، بتكون من شركه ايتا، كلمتك عنهم في الفيديو اللي فات، فلو ما شفتش الفيديو اتفرج عليه هتلاقيه هنا او هنا. نقطه اخرى من ضمن عيوب لونجين بعض الموديلات عندهم السمك بتاعها بيكون عريض شويه، وده برضه ما بيكونش مفضل لبعض الناس، بس انا شايفها مش عيب بالنسبه للساعه، لان هي مش هتكون عريضه، انت مش تمسك تحط ساعه على ايدك، هي ساعه عرضت صغرت ايا كان، بس في ناس ممكن تكون بالنسبه لها عيب. نقطه اخيره من ضمن العيوب تصميماتهم التقليديه، ما بيحبوش يزودوا في التصميمات او ما عندهمش تصميمات ابتكاريه زياده، فمحافظين على التصميمات بتاعتهم. يعني باختصار خلينا نقول لونجين هو براند عريق وليه تاريخ وتراث. السعر بتاعه متوازن وجميل جدا بالنسبه للانتري ليفل لاتشري ووتشز، وغير كده عندهم كتالوج مليان بالساعات المميزه جدا اللي تقدر تختار منهم الساعه اللي تعجبك، واكيد هتلاقي في الكتالوج بتاعهم ساعه تمشي مع شخصك. تعال بقى اكلمك على افضل 5 خيارات من لونجين. اول حاجه معانا لونجين سبيريت زولو تايم جي ام تي. لو انت بتسافر كتير او عموما بتحب ساعات الجي ام تي وعايز ساعه عصريه وتكون ماشيه معاك في الافري داي ستايل، فدي القطعه اللي تشتريها من لونجين، والقطعه دي حاليا تعتبر هي القطعه الرائده في براند لونجين. من مميزات الساعه دي هي حركه جي ام تي ومعتمده من السي او اس سي، والبولشنج بتاعها ممتاز جدا وارتباط قوي بتاريخ الطيران. ممكن تكون من ضمن عيوب الساعه ان هي سميكه حبتين بس مش اكتر. انا شايف اللي بيحب ساعات الجي ام تي وبيحب يسافر كتير وكمان عايز ساعه تكون افري داي ستايل، الساعه دي هتكون مميزه ومناسبه جدا ليه. تاني قطعه معانا لونجين ليجند دايفر، من اكتر الاصدارات اللي معاد تقديمها المحبوبه في عالم الساعات السويسريه. بتحافظ على الستايل الفينتج ولكن بمقاومه ميه حديثه، وكمان الساعه فيها بزل داخلي، فانت لو بتحب الحاجات الفينتج وفي نفس الوقت تكون كاجوال ويكون ليها تاريخ فالساعه دي هتكون من اختياراتك. القطعه الثالثه معانا لونجين هايدرو كونكويست، القطع اللي انا حبيتها، بديل غطس سويسري بدل ساعات السيمستر او السبمارينر، لانها مقاومه للميه لغايه 300 متر وفيها سيراميك بيزل، وكمان تصميم رياضي متعدد الاستخدامات. بس من عيوبها بيقولوا ان الكلاسب او القفله بتاعت الساعه بتاعت البريسلت مش احسن حاجه، لكن هي ساعه يوميه تتحمل معاك اي حاجه وفي نفس الوقت ساعه سويسري.
القطعه رقم 4، وحقيقي القطعه دي انا وقعت في غرامها، لونجين ماستر كوليكشن مون فيس كرونوجراف. عارف انت عشان تلاقي الكومبليكيشن في الساعه دي هتلاقيه مثلا في باتيك، هتلاقيه في لانجيان زون، حاجه زي اف بي جيرل مثلا، بس لحسن الحظ الكومبليكيشن ده موجود في براند لونجين وبسعر خرافي جدا. بالكومبليكيشن ده حقيقي تدفع في الكومبليكيشن ده وانت مبسوط، بس دي مش نصيحه ولكن ده راي شخصي. تختارها ليه؟ ببساطه لان هي الساعه الانسب لو انت عايز حاجه كومبليكيشن فورمال ايفنت وتبان ان انت لابس حاجه فخمه على ايدك وفيها الكومبليكيشنز اللي احنا قلنا عليها، المون فيس والكالندر كلها مميزه على بعضيها، فالساعه دي هتكون الانسب بالنسبه لك، خيار مميز جدا. من مميزات الساعه فيها الكرونوجراف وفيها المون فيس وكمان الكالندر، ده الكومبليكيشنز اللي فيها، والكومبليكيشنز ده الصراحه ممتاز جدا. رقم 5 من الخمس قطع اللي معانا والاخيره، واللي هي اللونجين دولسي فيتا. لو انت عايز تغير شويه في الستايلات وكمان لو بتحب الكارتيه تانك فهتحب دولسي فيتا. هي واخده الشكل المستطيل او ريكتانجلر شيب، وحقيقي انا حاسس الساعه دي شكلها مميز، الارقام الرومانيه بالشكل المستطيل بتاعها، بالبريسلت الالوان بتاعته حلوه جدا، الاسود او اللون ده الازرق ممتاز جدا على الساعه، وهي تنفع مع الرجالي او النسائي. فانت لو عايز تلبس حاجه زي الكارتيه تانك بس مش بسعر الكارتيه فتختار الدولسي فيتا. ساعه تلبسها كدريسي فورمال، ولو بتحب كمان الحاجات المينيماليزم اللي ما فيهاش بهرجه كتير باينه سيمبل على ايدك كده فتختار الدولسي فيتا من لونجين. وكمان عندهم حاجه نسائي الصراحه انا حبيتها فقلت اذكرها في الفيديو، واللي هي السيمفونيت. اخيرا خلصنا الفيديو، بس لو هتسالني شخصيا انا اختار ايه من لونجين او من اللي اتكلمنا عنهم فهرتبهم لك شخصيا على حسب رايي الشخصي. اول حاجه ماستر كوليكشن مون فيس، لو انت عايز حاجه فيها الكومبليكيشنز دي بسعر معقول جدا فتختار الساعه دي. تاني حاجه السبيريت زولو تايم، انا اختارها لان انا حبيت شكلها، حبيت الستايل بتاعها، الساعه ممكن تمشي معاك في اي موقف. تالت ساعه الهايدرو كونكويست، ساعه غطس رياضيه وكمان مش بسعر السبمارينر او السيمستر، فدي هتكون مميزه لو انت عايز ساعه انتري ليفل لاتري واتش، فدي هتكون الخيار الانسب بالنسبه لك في الفئه دي. رقم 4 الليجند دايفر، انا ما حبيتش الساعه دي قوي فعشان كده حاططها في التصنيف رقم 4 بالنسبه لي انا شخصيا. رقم 5 دولسي فيتا، انا حبيت الساعه دي وحاططها في التصنيف الخامس لان الساعه دي ما ينفعش تكون كافري داي واتش، ولكن لو هعمل كوليكشن ساعات فالساعه دي هختارها وهتبقى معايا في الكوليكشن لو مش هعرف اجيب الكارتيه تانك. بس لو هيكون خياري الاول والاوحد هتكون هو اللونجين ماستر كوليكشن المون فيس. ساعه مش عارف اوصفها الصراحه، انا حبيتها جدا. بس كده، لو محتاج اي ساعه من الساعات دي هسيب لك اللينكات بتاعت الساعات تحت الفيديو، واللينكات دي بتكون لينكات امازون، وانا بجيب لك اللينكات مضمونه جدا، والساعات اللي هتشتريها هتكون اصليه. بس لو هتشتري من اللينكات بتاعت امازون دي عشان بس توضيحا انا بيطلع لي نسبه، باخد كوميشن على القطعه اللي انت بتشتريها. بس لو عايز نصيحه مني، لو انت عايز تشتري حاجات لاتشري او بالذات في الفئات اللي انا بكلمك فيها دي، يستحسن انك تشتري من الستور الاساسي بتاعهم او من الموقع بتاعهم. لو دخلت على الموقع هيدلوك على الستور بتاعهم موجود فين، بس لو عايز تعرف فين الستور بتاعهم موجود في سيتي ستارز في المول، وكمان هتلاقيه موجود في مولات كتير تانية. لو انت في دوله تانية برضه هتلاقيه موجود عندك الستور بتاعهم الاساسي عشان تشتري حاجه اوثنتيك بالضمان بتاعها اصليه من غير ما تلف وتدور او اقول لك لينكات ولا تقول لي موقع، فتروح عليهم دايركت عشان تشتري الساعه بتاعتهم. وحتى كمان التجربه بتكون شكلها مختلف وانت هتحبها شخصيا. بس كده، عايز اول حاجه اشكرك انك وصلت لاخر الفيديو لهنا، ده حقيقي بالنسبه لي شكر كبير جدا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديده اللي هتنزل ان شاء الله قريب. ولو عندك اي فكره او اي حاجه قولها لي في التعليقات. صحيح نسيت اقول لك انت تختار انهي ساعه من كوليكشن لونجين، ولو عندك ساعه من ساعات لونجين اكتب لي في التعليقات ايه هي الساعه اللي معاك من لونجين. شكرا ليك، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.